الشيفات اللي بيطبخوا في التلفزيون؟ هو مش انت ما بتحبيش الطبخ يا بنتي؟ لما باجي اقول لك تعالي معلمك الطبخ، تعالي ساعديني في الطبخ، ما بترضيش. انت بتتكلمي جد يا جوجو؟ اه والله يا ماما بتكلم جد. بصي انا عندي البوتاجاز، وعندي كمان بيتزا، وعندي كمان كيكه، وعندي كمان المعالق، وعندي كل حاجه، وكمان متعلمه عليهم وبتفرج على قنوات الطبخ ومتعلمه كل الوصفات. حتى بصي يا ماما كاتبه كل الوصفات في النوت بوك بتاعتي دي يا ماما. بصي عندي وصفه الرز، بعمل ازاي الرز، وعندي كمان وصفه المكرونه، وعندي كل الوصفات، وكاتبه كل الوصفات في النوت بوك دي. وكمان يا ماما بتفرج على قنوات الطبخ دايما، فحفظت بقى الوصفات. بتتفرجي على قنوات الطبخ؟ ده انا ما كنتش بعملها، وانا قاعده اقول الريموت بقى ريحته بسله ليه؟ هو مش انت يا جوجو كنت بتقولي لي ان انت مش بتحبي الطبخ؟ ولما كنت بقولك تعالي اما اعلمك الطبخ تقولي لي لا يا ماما انا مش عايزه اتعلم الطبخ ومش عايزه اتعلم حاجه. من امتى يعني انت بقيتي بتحبي الطبخ؟ يا ماما يعني انا كنت بقولك ان انا مش عايزه اتعلم الطبخ، مش عايزه يعني ان انا اساعدك يعني في المطبخ وكده، بس يعني غيرت رايي، وعلشان يعني بقيت بتفرج على قنوات الطبخ وكمان بلعب على العاب الطبخ كتير، فحبيت يعني ان انا اطبخ وعايزه اطلع شيف. صحيح يا جوجو مش انت بتحبي الطبخ وعايزه تطلعي شيف؟ فلازم بقى تغسلي مواعين وكده، امال يعني مش هتاكلي الحاجه وفي الاخر مش هتغسليها. ففي مواعين بتحط كتير، خشي بقى اتدربي عليها من دلوقتي واغسليها. يعني هو الشيف طبعا يعني يا ماما بتدخل المطبخ وبتطبخ وكده، بس مش بتغسل المواعين. فانا بقى يا ماما مش هغسل المواعين. ازاي يعني ما بتغسلش المواعين؟ لا بتغسل المواعين، بس يعني يا ماما الشيف مش بتغسل المواعين في التلفزيون، فانا بقى مش هغسل المواعين. والله ماشي يا اختي، انا عايزه بقى يا ماما النهارده انا اللي اطبخ لك، وكمان اعمل لكم دونت، وكمان اعمل لكم كوكيز. تطبخي وكوكيز ودونت؟ هتطبخيهم ازاي دول؟ مش هتعرفي تطبخي يا جوجو، ده انت كده هتبوظي الاكل وهتبوظي الحاجه على الفاضي. مش هتعرفي تطبخي عشان انت لسه ما اتعلمتيش الطبخ، وكده هتحرقي الاكل. لا يا ماما انا متعلمه ومش هحرق الاكل ولا حاجه. حتى بصي يا ماما انا لو عايزه اعمل رز هعمل ايه؟ هجيب طبعا يعني البوتاجاز، وبعدين يا ماما هجيب اي طبق كده يعني اي لون، بس يعني طبعا من بتوع المطبخ، اختار اي طبق يعني مثلا هاخد ده، وكمان هجيب ميه واحطها في الطبق، وكمان اجيب رز واحطه واقلبها وبس كده. رز هو ده مفهومك عن عمل الرز؟ وبعدين يا اختي الرز ما بيتعملش في الطبق، الرز بيتعمل في الحله. عادي يعني يا ماما ما فرقتش حله من طبق. خلاص يا بابا انا هجيب الحله واحط فيها الحاجه دي، ما تفرقش. ادي من اولها، ده انت لسه ما دخلتيش المطبخ، امال بقى لما تدخلي المطبخ هتعملي ايه جوه؟ لا يا ماما ما تقلقيش خالص، ما تقلقيش خالص، ثقي فيا يا ماما. حتى بصي يا ماما انا متعلمه وبطبخ بقى للعرايس بتاعتي، بطبخ لهم بيتزا وكيكه وبتعجبهم قوي. يا سلام العرايس بيعجبهم الاكل؟ ايوه يا ماما. متاكده يا جوجو انك هتعرفي تطبخي لوحدك من غير ما اساعدك؟ اديني فرصه يا ماما، اديني فرصه وهتدوقي الاكل وهيعجبك قوي. ماشي يا جوجو موافقه انك تدخلي تطبخي في المطبخ وتتعلمي، بس اوعي تكسري حاجه، ده انت مكسره لي طقم كوبايات كامل. ماشي يا ماما شكرا. واخيرا جوجو داخله المطبخ. يعني انت يعني يا جوجو بتعرفي تطبخي؟ انت مش بتعرفي تطبخي، وحتى لو طبخت لنا هتسممينا. بعرف اطبخ مالكيش دعوه انت. يا جوجو بتعملي ايه؟ نعم يا ماما انا هعمل كيكه، قصدي هعمل كيكه. انت عارفه كيكه بتتعمل ازاي؟ ما تقلقيش يا ماما انا حافظه كل الوصفات، وحتى لو نسيت وصفه فيهم مكتوبين في النوت بوك بتاعتي، وحتى لو في حاجات مش كاتباها هشوف الوصفه على التيك توك. ماشي اما اقوم انا بقى يا ماما. حتى شوفي يا ماما شاطره ازاي بعملهم كده علشان لو في اي حاجه فوق وانا بقصها ما تتبضرش. فنانه. 1 hour later. اخيرا يا ماما خلصت الكيكه وحطيتها في الفرن. شكلك ما عنديش قدر، بس كنت فرحانه قوي يا ماما وانا بعملها.
كده لسه على الكيكة 15 دقيقة. ماشي. الريحة دي ريحة حاجة مخلوقة. انتي طلعتي كيكة من الفرن يا جوجو؟ ايه يا ماما؟ يا لهوي الكيكة! وانا اللي كنت عاملة حساب ان انا هاكل كيكة النهاردة. يا لهوي الكيكة اتحرقت.